عندما سئل بن باز عن قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث الطويل المشهور قال فتن سيأتي بعد فتن ثم قال وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. قالوا يقول بن باز رحمه الله وهؤلاء غالبا رجالات الإعلام المقروء والمسموع المنظور غالبا إلا من رحم الله، وإلا في الإعلام في ناس طيبين، ناس أهل أقلام طيبة، أقلام نافعة، أقلام مفيدة، الشاشات فيها ناس مفيدين ناس مفيعين، لكن نقول من هؤلاء من إذا كتب لا يتقي الله في كتابته، بل والله تعرفون وأعرف أنا ويعرف الشيخ أحمد الحمدان هذا بالخيمة، روحوا اسألوه من يطعم بهذه المخيمات، في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ ويطعم بالمراكز الصيفية، في ولا ما في؟ ويطعم دورة تحفيظ القرآن، في ولا ما في؟ لكن ايش يسوي؟ يجيبها من وراء، وش يقول؟ لأنه يعلم أن الدولة الله يجزاها خير تحارب ايش؟ الدولة ما تحارب الإرهاب، تحارب عشان يجي مع الباب اللي يقول لك يلا هذول ترى لا يا أخي شوف المخيم الحمد لله له 1413 ولا 1427 كم سنة؟ 14 سنة ما رأينا إلا كل خير وإنتاج وبركة، صح ولا مو صح يا إخوان؟ ولولا أن الدولة جزاها الله خير، والدولة مي نايمة على قول المصريين، نايمة على ودنها، المصاري جزاهم الخير والله يطلعون حكم. أنا توي جاي من مصر واستفدت منهم، واحد مصري مر عليه واحد مصري وقال له السلام عليكم، قال أنا ممكن أقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس الدكتور مانعني عن السلام. مانعك الدكتور مانعك عن الكلام؟ هذولا والله وبالله وتالله عشان يعرفون أن الدولة قامت على الشريعة قامت الدين يأتون مع باب آخر، وإلا هذه المخيمات عندما رأت ثمرات الدولة بدل المخيم وبدل المدينة الواحدة من أول ما كان إلا في جدة مثلا والدمام ومكة المدن الكبار، الآن ما أعرف محافظة في المملكة إلا فيها مخيم، بل قرى الطائف الآن محافظة صح؟ وراء الطائف وش بعدها؟ الحوية صح؟ إذا رحت منا الشفا، إذا نزلت منا الهدى، أنا أمس في الشفا والهدى وبكرة بالحوية، تتعدى الحوية تمشي لك 40 كيلو تجيك العطيف فيها مخيم، تتعدى العطيف تمشي لك 40 كيلو تجيك المحياني فيها مخيم، يعني حتى القرى والهجر صارت مخيمات. ليش؟ لأن ثمرتها واضحة واضحة، رد يا إخوان واضحة ولا نجامل بذلك. لكن هؤلاء اللي قال عنهم بن باز دعاة على أبواب جهنم في الأقلام يكتبون وبالشاشات يطلعون ويتفلفسون ويقعد هو وتقعد بجنبه واحدة ويصارعون حقوق المرأة والمرأة وحقوقها لا بد تبقى، ويقعدون ساعة يقرقون. هم إذا جت الزبدة تتصل عليهم واحدة خيرة من بنات جدة ولا من بنات الرياض ولا من بنات الدمام، مرأة مثقفة ثقافة دينية ومستقيمة ودكتورة، ثم تقول كلمتين تلخبط الكلام حق ساعة كاملة، لأنها نطقت باسم ماذا يا إخوان؟ باسم القرآن واسم السنة، تكلمت وبينت أن القرآن والسنة عندما جاء ليربي المجتمع على ما يصلح حاله، وإلا لو ما في قرآن وسنة لم فلت المجتمع ولا صارت المشاكل الآن اللي نراها في بعض الدول الإسلامية الذين هم يتمنون بل هم صاروا يحذون حذو هذه البلاد. بعض الدول الخليج الآن صاروا يقيمون مثل المخيمات، دولة أعرفها الآن هذه السنة الرابعة ما شاء الله في رمضان من 1 رمضان إلى 19 رمضان تقيم كهذا المخيم وتجمع الشباب وتبذع المخيم بس إقامة المخيم وتكاليفه فوق مليون ريال كله، عشان تعرف أن هذه المخيمات عندما درس في بلادنا الحمد لله أن فيها أثر وخير ومنفعة انتقلت. فلذلك نحمد الله على هالنعمة ونعمة الدين ونعمة الإسلام اللي قائمين عليه، ونحذر من هؤلاء ونسأل الله من الهداية. يقول آمين. وأن يبصرهم بهذا الدين الذي والله هو عزهم وهو تاج رؤوسهم وهو كحل عيونهم، وما اعتز به رجل كان امرأة، شاب كان أو صغير أو كبير، فإن الله يرفعه.